الكاف بيغرم نادي الزمالك 300 ألف دولار وثلاث ماتشات و10,000 دولار لشيكابالا وناصر منسي. نزيه أوي الكاف ده. قبل ما نتكلم على الكاف وعقوبات الكاف على نادي الزمالك، أحب أفكر الإعلام الرياضي المصري واتحاد الكورة المصري إن في مدير كورة واتنين لعيبة من نادي الزمالك عندهم أزمة وعندهم شدة في الإمارات. يا ريت بس لو تفتكروهم. ومش معنى كلامي إن أنا لما أقول لكم مثلا المفروض تدافعوا عنهم أو المفروض تشوف الأزمة بتاعتهم وتحاول تنجزها لهم، إن معنى كلامي إن هم مش غلطان. لا، عايز تقول غلطانين، انت اوريدي سلختهم وقلت فيهم بما فيه الكفايه. فزي ما عملت كده، المفروض بقى يبقى عندك شويه دم وتفتكرهم برضو معاك. الحاجه التانيه اللي عاوز اتكلم فيها، كنت قلت في لايف قبل كده ان المفروض الاعلاميين والقنوات اللي اساءت لنادي الزمالك والمجلس اداره نادي الزمالك وللعيبه بتاعت نادي الزمالك، المفروض على الاقل نقعد فتره محترمه ما نعملش معاهم مداخلات مع الاعلاميين دي او مع القنوات دي. الا ان الكابتن احمد سليمان بيفاجئني بمداخله مع الاستاذ عمرو اديب، وعمرو اديب ده هو اللي تناول لعيبه نادي الزمالك بشكل مش الطف حاجه، ومجلس ادارته بشكل برضه مش الطف ومش احسن حاجه، وعمل مقارنه ما بينك كمجلس اداره نادي الزمالك وما بين مجلس اداره النادي الاهلي في حاجتين اصلا ما لهمش اي علاقه ببعض، وما ينفعش ان احنا نعمل مقارنه بينهم. فواضح كده الطلبات اللي جمهور نادي الزمالك كله كان بيطلبها، مش انا لوحدي بس، ان هي غالبا مش هتحصل. بس الفكره بقى بعد كده لما حد يطلع يتناول مجلس اداره نادي الزمالك بشكل سيء، ما ترجعوش تزعلوا وما ترجعوش تعيطوا وتقول الناس بتطلع تتكلم علينا بشكل سيء، طالما انتوا كده كده بتلفوا وترجعوا وتطلعوا معاهم تاني وتعملوا معاهم مداخلات تاني. المهم كلنا شفنا وقرينا العقوبات اللي طبقها الكاف على نادي الزمالك. وسيبك من ان العقوبات دي كانت كبيره جدا، لو هنقارنها مثلا بوقائع مشابهه للي حصل مع نادي الزمالك كان بيتطبق فيها عقوبات اقل من دي بكتير، بس سيبك من دي هنتكلم فيها قدام شويه. انا اللي لفت نظري حاجه تانية خالص، وهو موقع يلا كوره المحايد اللي قبل كده عمل تقرير عن تضارب تصريحات نبيل عماد دونجا وابرزها علشان يبين لك قد ايه الراجل ده غير كلامه في التصريحات، مع ان الامثله في اللعيبه مشابهه كتير، ولكن هم اختاروا دونجا بعد السوبر الافريقي، وطبعا ده صدفه بحته. المهم يلا كوره منزل مقال بيشرح فيه العقوبات بتاع نادي الزمالك بنصوص اللوائح اللي بيها اتطبق العقوبات على نادي الزمالك. مهنيين قوي بتوع يلا كوره دول. المهم سبحان الله، نفس الموقع اللي عمل مقارنه قبل كده ما بين تصريحات دونجا، المفروض كانوا يعملوا برضو مقارنه ما بين العقوبات اللي اتطبقت على نادي الزمالك والعقوبات اللي اتطبقت على انديه تانية في وقائع مشابهه، ولكن عشان هم موقع مهني ومحايد ما عملوش كده. يعجز لساني عن التعبير والله. المهم انا لفت نظري ماده من المواد اللي هم كاتبينها علشان يبرروا بيها العقوبات اللي اتطبقت على نادي الزمالك، وهي الماده 91 فقره 2. مكتوب فيها ايه بقى او بتقول ايه؟ انه لا يجوز ان تتخطى العقوبه 300 الف دولار امريكي. معناه ايه بقى الكلام ده؟ واركن لي دلوقتي يلا كوره دلوقتي على جنب. معناه ان نادي الزمالك اللي هدد من الانسحاب بعض من الوقت، شويه صغيرين يعني، ان هو خد اقصى عقوبه في الموضوع ده اللي هي 300 الف دولار. وسبحان الله، نفس الكاف اللي طلع العقوبات دي على نادي الزمالك هو نفس الكاف اللي طبق على اتحاد العاصمه الجزائري اللي ما لعبش نصف نهائي الكونفدراليه، انسحب من الماتشين، طبق عليه 40 ألف دولار بس. يعني اللي انسحب خد عقوبة 40 ألف دولار، أما اللي كان هينسحب وما انسحبش خد أقصى عقوبة 300 ألف دولار. خد لي بالك يا بتوع الكورة اللي بتعملوا مقارنات بتاع الدونجا. بس المهم مش بس كده، ده انت عندك قبل كده الوداد المغربي اللي اعتبر ان هو انسحب من نهائي دوري ابطال افريقيا 2019 بعد ما بتوع الترجي وقفوا الفار، اللي الموضوع ده عدى عادي بالمناسبة. المهم خدوا غرامة 35 ألف دولار بس. يعني كده انت عندك فرقتين، الاتنين انسحبوا، واحد خد 40 ألف وواحد خد 35 ألف. اما الزمالك اسلخ وادبح يا باشا 300 الف دولار. نيجي بقى لشيكابالا وناصر منسي اللي كل واحد فيهم خد 3 ماتشات و10,000 دولار.
شيكابالا قال لك عليه ايه؟ دعوة للانسحاب بشكل مؤقت وتصرف غير لائق. طب هو شيكابالا لو رجعنا لاحداث الماتش عمل ايه؟ شيكابالا نزل حاش ونزل اعترض، ماشي ما عنديش اي مشكله، ولكن اللي دعا للانسحاب كان كابتن حسين السيد من المدرجات، واللي نفذ وطبق قرار مجلس الاداره كان كابتن عبد الواحد السيد، وده برضه باين في الفيديوهات. طيب ليه يا عم شيكابالا هتطبق عليه العقوبه دي؟ هو كده مزاجنا كده. 3 ماتشات و10000 دولار. وناصر منسي برضه علشان عمل للجمهور كده 3 ماتشات و10000 دولار، مع ان نفس الكاف ده ان في حكم مصري اتضرب واتشتم، الواحد فيهم من اللعيبه خد 8 ماتشات و15000 دولار، وبقيه اللعيبه كلها كل واحد فيهم خد 4 ماتشات و10000 دولار برضه. يعني دلوقتي اللي شتم الحكم واللي مش عارف ايه واخد 4 ماتشات، مش كده واخد 3، ده واخد 10000 دولار وده برضه واخد 10000 دولار. سيبك من كده، قبل كده برضه كابتن عماد متعب كان عمل حركه شهيره جدا في ماتش الوداد لحكم المباراه واتهمهم ما معنى الحركه بالرشوه. كابتن عماد متعب ساعتها خد ماتشين بس. هل الفكره او المعنى من كلامي ان انا مش عاوز اي عقوبات تطبق على نادي الزمالك او اي لعيب من لعيبه نادي الزمالك لما يعملوا مخالفات؟ بالعكس، طبق يا باشا عقوبات زي ما انت عايز، بس تبقى بالعدل وتبقى الميزان والمسطره واحده. اما بالنسبه لموقع يلا كوره فالسيستم بتاعه تقريبا ملعوب في اساسه، يعني محتاجين حد بتاع اي تي كويس عشان محدش يفهم الكلام غلط. هختم بالجمله اللي انا دايما بحب اختم بيها: الزمالك وطن، دمت لنا فخرا ودمنا لك اوفياء. سلام.